هو احنا ليه لازم نتعرض لأشعة الشمس؟ بعيدا بقى عن فائدة الشمس عموما على كوكب الأرض وإن هي أساس الحياة على كوكب الأرض، بقول لك لأن الأشعة الفوق بنفسجية اللي صادرة من الشمس بتحول مادة تحت الجلد بتحولها لفيتامين د. طب إيه فائدة فيتامين د؟ فيتامين د بيساعدك على سلامة العظام وكمان صحة وقوة العضلات. تحت الجلد في مادة اسمها 7 ديهيدرو كوليسترول. المادة دي أول ما بتتعرض للأشعة فوق البنفسجية بتتحول لمادة دي 3. المادة دي بتنتقل للكبد، الكبد بيحولها لمادة تانية بتنتقل للكلية، برضه بتتحول لمادة تانية اللي بتروح للأمعاء، وهنا دي شغلانتها الأساسية. بتعمل إيه بقى؟ اللي بتزود امتصاص الكالسيوم والفوسفور. عشان كده عدم توافر فيتامين دي في جسمك دي في حد ذاتها مصيبة كبيرة جدا، لأن هي ممكن لا قدر الله تصيبك بهشاشة العظام، وغير كده هتصاب بضعف العضلات. ولو لاحظت في أول فيديو أنا قلت إن أنت لازم تتعرض للشمس في أوقات معينة. يعني مثلا فترة زي الظهيرة درجة الحرارة بتبقى عالية جدا والأشعة الضارة بتبقى نسبتها عالية جدا، فبالتالي الضرر أكبر من المنفعة.